السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأفاضل، لقد قام في زماننا هذا وفي آخر هذه السنوات جدل بين الفقهاء وبين كثير من المشتغلين في التعليم المعاصر، وخصوصا في المواد العلمية، حيث أن أصحاب المواد العلمية يطالبون بتفسير القرآن بالمفهوم العلمي، والمتمسكون بالتراث القديم من الفقهاء كذلك يطالبون بالتوقف عن هذا العمل، يطالبون بالتوقف عن هذه المطالب، ويقولون بأن القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى للتعبد، أنزله الله عز وجل للتعبد والتأمل والتفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض وفي الحياة التعبدية. القرآن الكريم يقول المختصون في التراث لم يأتي ليدخل في المناقشات التي تهم العقل فقط بالنسبة للإنسان، إنما هو القرآن فوق العقل، لأنه هو نقل جاء عن طريق الله الوحي من الله عز وجل. ولكن الطائفة الأخرى تقول بأنه لا بد للقرآن أن يشرح علميا ليكون أقرب إلى الصواب للناس، لعقل الناس، حتى يتدبروه ويفهموا كنهه ومغزاه، وأن هذا العالم هو لم يخلق عبثا، إنما خلقه قادر وقدير اللي هو الله عز وجل، من أجل إثبات قدرته ووحدانيته وربوبيته في خلقه، عن طريق الإعجاز العلمي في الخلق. لأن كما يقولون القرآن كتاب مسطور، وهذه الدنيا بما فيها من بحار وأنهار ونباتات وسماوات ونجوم ومجرات هو قرآن منظور، هذا قرآن مسطور وهذا قرآن منظور. ولهذا الله تعالى يقول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون، الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن الله ينادي البشرية كلها وخصوصا هذه الأمة التي نزل فيها القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فنحن حينما مثلا نجد مسألة تتكلم عن الفضاء أو عن البحار أو عن النباتات أو عن ما في أرحام النساء أو عن تركيبة جسم الإنسان وإلى آخرها، فهذه دعوة يقول المشتغلون بالعلم، دعوة إلينا من الله عز وجل أن نبحث في هذا الأمر. ومن أجل هذا خلق ومن أجل هذا اجتهد العلماء أن يجعلوا أو يفتحوا بابا للتفسير أو لتفسير القرآن الكريم، سموه الإعجاز العلمي في القرآن. والإعجاز العلمي في القرآن أو السنة، ماشي غير القرآن والسنة، ماشي القرآن بحده، السنة، لأن هناك كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو إعجاز لا يمكن أن يدركه الإنسان إلا بالمسائل الخارقة الغيبية الخارقة. إذا قلنا الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مما يظهر صدقه بين الناس.
فإذا هناك قرآن شرح نفسه بنفسه، وهناك قرآن شرحه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهناك قرآن شرح من طرف الصحابة الكرام بالسماع وبالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فيما حدثهم به. وهناك أمور الله تعالى تركها للناس ليستخدموا عقولهم، كما هو الشأن الآن في التحليلات، تحليل الماء وتحليل التربة وتحليل كذا إلى آخرها. وهناك قرآن لم يشرح إلى حد الآن، وسيبقى آلاف السنين للأجيال القادمة مستقبلا تبحث فيه عن طريق التحليلات المخبرية. ولهذا من الأمثلة على الإعجاز العلمي في القرآن، وهذا الشيء هو اللي يطالبوا به هذا العقلانيون أو التنويريون أو علماء الكون كما يسميهم الأستاذ ديالنا المحترم محمد الفايد، اللي قال بأن علماء الكون، قال لك الآيات التي نزلت في نشأة الكون والماء والحياة والفرث والدم في علم تشريح الأنسجة، انخفاض نسبة الأكسجين عند الصعود إلى الأعلى إلى الفضاء، والآية هذه راه كاينة مذكورة في القرآن الكريم، والظلمات اللي قال الله تعالى في البطن ديال الماء ظلمات في ظلمات ثلاث، والظلمات اللي كاين في أعماق البحار كما قال عز وجل ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها. وكذلك الأمواج السطحية والأمواج الأفقية في البحر كما قال عز وجل من فوقه موج ومن فوقه موج إلى آخر الآية. ثم طبيعة الجبال كالأوتاد في علم الجيولوجيا، والرياح والتلقيح والماء وما إلى ذلك. كل هذه الأمور يطلب هؤلاء كمحمد الفايد وغيره، وخصوصا المتزعم لهذه الحركة ولهذا النوع من التفسير ديال علم الكون، يقولون بأن هذا العلم هو الذي يجب أن يبحث في هذا الأمر، والقرآن يجب أن يكون له تفسير من هذا المنظور العلمي بالمختبرات وبالأدوات التحليل وما إلى ذلك. وحنا كنسمعوا الدكتور محمد الفايد كيقول دائما أرى لي المشايخ يدخلوا يشرحوا لنا وأرسلنا الرياح لواقح ويتكلمون، أرى لنا الفقهاء اللي يشرحوا لنا كيفاش الريح كيلقح السحاب حتى تعطينا المطر، وينفي بأن يكون تلك كما يشرح الفقهاء والمشايخ كيقولوا بأن وأرسلنا الرياح لواقح، بمعنى الريح كيأخذ الذكور الملقحة من الثمار ومن الأشجار وكذا ويأخذها إلى أشجار أخرى فتنزل على الإناث على الزهور المؤنثة فيقع التلقيح. ومن هنا ينطلق الفقهاء في تفسيرهم على أن الريح يلقح الأشجار، ولكن السي محمد الفايد قال بأن الريح يصعد من الأرض إلى الفضاء ليلقح السحاب فتعطينا المطر. فإذا كل هذه الأمور تحتاج إلى دليل علمي بالتجربة والبرهان لتصح وينتفع بها الأمة. ولكن أنا أقول على ما يكون توافق بين محمد الفايد والأصحاب ديالو اللي كاينين مفرقين في البلدان العربية أو الإسلامية، لا هؤلاء ينكرون على هؤلاء يأخذون بالحديث وأقوال الصحابة والتابعين والفقهاء وكذا وكذا، والقرآن الكريم يشرحونه انطلاقا من هذا الباب، والعلماء اللي على الشكل ديال محمد الفايد كذلك يضيفون قيمة مضافة أخرى تأتي عن طريق العلم والمختبر والتحليل ويضيفونها إلى ذلك، فيكون هناك يعني تفسيرا مجملا يجمع ما بين العلم وما بين الفقه. لماذا الطائفة هذه لا تتوافق مع هؤلاء؟ محمد الفايد كيقول بأن سبب تأخر الأمة وهو أنه لما نضجت العقول في أمة محمد من ابن سينا إلى ابن رشد قام الفقهاء والمشايخ المهتمين بالدين فقط بالسيرة والحديث وما إلى ذلك،
فباتفاق مع السلطات في الزمن ديالهم فاتفقوا على أن يشردوا ويطردوا ويضطهدوا العلماء المعتمين بهذا، فما منهم من مات ومنهم من قتل ومنهم من سجن، فضاع هذا العلم منهم ووقع في أيدي الغرب، وبه الآن تقدموا. هذا الكلام ديال السي محمد الفيض. وبقي الفقهاء والأمراء يسايرون الحكم في الأمة على ما هو عليه، حتى جاء هؤلاء الذين انتفعوا بعلمنا وتقدموا به فاستعمرونا وسيطروا على مقدراتنا وجعلونا نكون لهم تبعا في كل شيء. وها النتيجة كما يرى العالم كله. الأمة الإسلامية جاءت في مؤخرة الأمم فوق الأرض جميعا. هذا الكلام ديال السي محمد الفايد. ولهذا السي محمد الفايد كيقول بأنه القرآن الكريم لو أنه وضع في أيدي أمينة للعلماء ديال الكون وينطلقون به في تفسيره وشرحه وتقديمه إلى الغرب، لاستطاعت الأمة أن تخرج من هذه الظلمات ومن هذا التأخر ومن هذا الرجعية ومن هذا كذا ومن هذا كذا والظلام اللي كيقول السي محمد الفايد. ولكان لمستقبل الأمة نور يهتدون به ويخرجون به من الظلمات إلى النور.